السلام عليكم وليد برج الاسد، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا من الفيديو اللي فات. برج الاسد النهارده ان شاء الله هنعمل القراءه ليك للنص الاول من شهر اغسطس عام 2023. القراءه النهارده هتكون عاطفيه، هنتكلم عن طاقه شريكك، مشاعرك تجاهه ومشاعر تجاهك، شايفك ازاي، ايه نواياه وايه خطواته القادمه. كمان نشوف هل في علاقه ثلاثيه ولا مجرد تخيلات في دماغك او اوهام مش اكتر. ولو في علاقه ثلاثيه هل هي علاقه ثلاثيه جديه، يعني شخص كده شريك لحبيبك، ولا تدخل اطراف ثلاثيه زي الاهل والاصدقاء. هنتكلم عن كل ده اثناء القراءه. كمان هنشوف لو في علاقه ثلاثيه هل مكمله معانا ولا منسحبه. بس عايزه اقول لك ان القراءه تخص عزاب مرتبطين منفصلين كرش. قبل ما نبدا بتمنى منك لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه تواصل على الواتساب الموجود في صندوق الوصف، هترد الادمن تفيدكم بكل التفاصيل. بالنسبه للقراءات المجانيه اكتبوا كومنت كتير على قد ما تقدروا بعد ما تعملوا لايك وشير، والفيديو اللي بيجيب اعلى نسبه مشاهده هو ده اللي بيحصل معانا على قراءه مجانيه. ان شاء الله تكون او تكوني سعيده. حاسس معانا بالقراءه وتعالى نسمي بالله ونبدا نوزع الكروت. بسم الله. طاقتك يا اسد، طاقة حبيبك، مشاعرك تجاهه، مشاعره تجاهك، شايفك ازاي، ايه نواياه، وايه خطواته القادمه. ما ننساش نعمل لايك للفيديو، اشتراك للقناه، وشير كتير لكل حبايبنا واصدقائنا. وتعالى نسمي بالله. وهنبدا اول حاجه بطاقتك انت يا اسد. بالنسبه لطاقتك انت يا برج الاسد، انت حاسس ان انت محاصر او مقيد، حاسس ان انت بتعمل تصرفات بتبقى خارجه عن ارادتك، او بتعملها وترجع تندم عليها. انت حاسس ان في قوه خارجيه بتاثر او بتسيطر عليك. انت معرض لطاقه سحر يا برج الاسد. البعض متعرض لطاقه سحر، البعض الاخر في طرف بيحاول ياثر او يسيطر عليه بشكل كبير. ولكن انا شايفه ان انت بتحاول الفتره دي تلاقي التوازن. انت بتعمل التوازن ما بين قلبك وعقلك يا برج الاسد. وكمان يا برج الاسد مش عايز تدي فرصه لاي حد يتدخل ما بينك وبين حباك وشريكك، مش عايز تنجر ورا سمعات الاخرين. انت عايز تكيف مع المواقف بعقل صافي وقلب هادي، ويبقى في توازن كده في العلاقه على قد ما تقدر. برج الاسد، العلاقه ما بينك وبين حباك وشريكك هي علاقه رفقاء روح، علاقه سمير، علاقه توأم شعله. انت يا برج الاسد حاسس بشغف تجاه الشخص ده، انت بتحبه جدا، بتتمناه، انت مش مبسوط في بعضه خالص. انت حاسس يا برج الاسد ان قلبك يعني هيخرج كده يروح للشخص ده. لا عارف تنام ولا عارف تاكل ولا عارف تشرب ولا عارف تفكر ولا عارف تعمل اي حاجه في حياتك. انت عايز تروح له متسرع، متقدم في حركتك، مندفع تجاهه، حاسس بشغف واثاره ورومانسيه وجاذبيه ورغبه، وعايز تروح له منجرف من قلبك. بس الطرف التاني دايما بيحاول يسيطر او يسيطر عليك. يمكن الطرف ده والدك، والدتك، او والدك او والدتك. في حد كده بيسيطر عليك بشكل كبير يا برج الاسد، يعني بيتكلم عليك يا برج الاسد. او ربما يكون العائق الطرف الثالث من ناحيه حباك وشريكك، وعشان كده انت مش عارف تعمل ايه. عامه انا شايفه ان انت محاصر ومقيد ومعاك في حاله ذهنيه مخليك مش سعيد ومش مبسوط. يمكن في موقف حصل ما بينك وبين حبيبك وشريكك خلاك تشك في مدى حب الشخص ده. مبقاش عندك يقين بمشاعره الحقيقيه. كمان انت بتمر بفتره ضال طريقك وفاقد تركيزك بشكل كبير جدا. ربما كمان تكون انت اتصرفت تصرف هو ليه رد فعل. خلي بالك من الطرف الثالث. واضح كده قدامي ان الطرف الثالث يعني بيحاول على قد ما يقدر يعمل لك مشاكل باي طريقه، شغب، بيحفر لك حفر، بيوقعك في مكائد كتير، بيوقعك في مشاكل، بيخليك ان انت دايما تشك في حباك وشريكك، ما تثقش فيه خالص، تتعامل معاه بقله ضمير. ولكن انا شايفه الفتره دي خلال النص الاول من شهر اغسطس عام 2023. بص يا برج الاسد، انا شايفه ان انت هتبتدي تبص لنفسك، هتفوق لنفسك، هتحدد اهدافك وهتعرف انت عايز ايه كويس جدا، هتسعى لتحقيقها. شايفه كمان ان انت هتحصل على النضج العاطفي، وهتحقق النجاح والاستقرار والرغبه والاستقلال في العلاقه. شايفه ان انت عايز تصلح علاقتك بحبك وشريكك، عايز تلم الشمل، عايز تعمل له احتفال، عايز تحضر له مفاجآت. انت عايز تقضي معاه اوقات سعيده واوقات كويسه. ولكن الطرف الثالث واقف ما بينك وما بينه يا برج الاسد.
ده بالنسبه لطاقتك انت. طيب خلينا نشوف طاقه شريكك. بالنسبه لطاقه شريكك يا برج الاسد فمش هتختلف عن طاقتك كتير ابدا. يعني بص يا برج الاسد، انا شايفه ان حباك وشريكك حزين ندمان متألم، بيعيش حاله من اللاوعي، من الخوف، الندم الشديد. الشخص ده مش مستقر عاطفيا، بيعيش فتره من الركود واللاوعي. خليني اقول لك يا برج الاسد ان الشخص ده بيفكر فيك كتير قوي، وبيحن لك وبيشتاق لك وبيستعيد ذكرياته معاك بشكل كبير، بيتخيلك. برج الاسد آه، حبيبك وشريكك بيجيله فرص وعروض وبيرفضها من اجلك انت. ويمكن انت كمان عرضت عليه فرص او عروض وهو رفضها، ويعني وده مسبب له ندم ان هو ضيع الفرص دي من ايده. شايف ان حباك وشريكك خايف وقلقان وبيلجأ للعزله، بيحاول ان هو يهدى، يسترخى، يستشفى. عايز يتخلص من عناء وضغط اللي هو بيعيش فيه. انا شايفه ان هو حاسس ان هو في مأزق كبير، وحاسس ان الوضع اللي هو فيه مش هيتحل، او المشكله اللي ما بينك وما بينه مش هتتحل خالص. الشخص ده بيلجأ لحد يقف جنبه، يساعده، يدعمه، يشجعه، يحافظ عليه، يخرجه من الوضع اللي هو فيه. زي ما انت شايف كده الطرف التالت مسيطر على حباك وشريكك، ولكن انا شايفه ان في حد هيقف جنبه، يساعده، يدعمه، يشجعه، لحد ما يخرج من الوضع اللي هو فيه. برج الاسد بظهور البطاقه هنا، فهو عايز يجيلك متسرع، متقدم في حركته، مغامر، مندفع تجاهه. هو كمان بيحبك جدا يا برج الاسد. والشخص ده يا برج الاسد عايز يجيلك بكل حب، بكل رومانسيه، بكل شغف، بكل اثاره، بكل جاذبيه. عايز يجيلك منجرف من قدميه بشكل كبير. طب خلينا نشوف مشاعرك انت تجاهه يا اسد. برج الاسد انت يمكن تكون قررت الرحيل، قررت الهروب، الفرار، بتبحث عن راحتك، بتبحث عن هدوءك، عن استقرارك، عن سلامك. انت طول يا برج الاسد ما انت وحبيبك وشريكك قريبين من بعض، او العلاقه يعني مستمره وفي تواصل ما بينك وما بينه، دايما بيبقى في خلافات ومشاكل كبيره. فيا برج الاسد انت لجأت للعزله، للانسحاب من العلاقه. كنت بتبحث عن الهدوء والتنوير الروحي، وبالفعل انت ابتعدت ولقيت الهدوء. ولكن يا برج الاسد مش مستقر، مش مبسوط، مش مرتاح يا برج الاسد خالص. فعايز تصلح علاقتك بحبك وشريكك، عايز تلم الشمل. انت اصبحت ناضج عاطفيا، وبتعتبر كل الخلافات والمشاكل اللي ما بينك وما بين حباك وشريكك كان سببها عدم النضج او عدم التفاهم. للمتزوجين يا برج الاسد للبعض في مشاكل قضائيه، والمشاكل دي خاصه بالاطفال. عامة يا برج الاسد انا شايفه ان انت مشتاق لحبيبك جدا، ومشتاق لاطفالك جدا، ولو متزوجين في بينكم اطفال، وعايز تصلح علاقتك وعايز تلم الشمل. بظهور البطاقه هنا يا اسد، فانت عايز تروح للشخص ده يعني متسرع، مغامر، نشيط، عندك ايجابيه وحيويه ونشاط، وعايز تبني معاه بدايه جديده وبدايه تكون كويسه. انت ما زلت بتحبه وبتحن له وبتشتاق له، وفي نفس الوقت يا برج الاسد يعني الشغف والاثاره دايما كده بتتجدد جواك. انت ما زلت متمسك بالشخص ده، متمسك بقوه ارادتك، وما بتفكرش غير في ان انت تطور من علاقتك باي شكل او تصلحها. طيب خلينا نشوف مشاعره هو تجاهك. شايف ان حبيبك وشريكك مثقل، مقيد، منهك، بيمر بصراعات شكل خطيره. الشخص ده اتحمل كتير، اتحمل فوق طاقته، ما بقاش قادر يتحمل الوضع ده ابدا، ما بقاش قادر يتحمل تصرفات الطرف التالت. الشخص ده لا منه قادر يكمل ولا منه قادر يبعد، بس هو قرر الانسحاب، وساب القدر كمان هو اللي يحدد مصيره. هو مش عايز يبعد عنك، بس يعني هو مش شايف اي حلول، يعني مش قادر تعمل حاجه، والطرف التالت مسيطر على الوضع باي طريقه، فالشخص ده مش عارف يعمل ايه. هو حاسس بالتخلي، بالألم، بالحزن الشديد في بعدك يا برج الأسد. الشخص ده يا أسد بتظهر بالشجاعة والقوة برغم ضعفه وتعبه الشديد. بظهور البطاقة هنا يا برج الأسد، فهو عايز يتواصل معاك، يتكلم معاك اتصال سريع، عايز يبعت لك أخبار سعيدة، أخبار كويسة. الشخص ده عايز يبتدي معاك بداية كويسة وبداية قوية جدا. الشخص ده مش قادر على بعدك، بيحن لك، بيشتاق لك، عايز يبتدي معاك بدايه جديده وحياه جديده، وعايز يتخلص من الطرف الثالث باي طريقه، عايز يقضي معاك اوقات سعيده باي شكل، اوقات رومانسيه. طب خلينا نشوف هو بيشوفك ازاي.
هو شايف ان انت ارهقت واستنزفت كل طاقتك، ولكن اتعلمت من اخطاء الماضي وفشل المريض في الماضي، وانت قريب من نجاح برج الاسد. هو شايف ان انت ما زلت متمسك بقوه ارادتك، وكمان متمسك كمان هو شايف ان انت شخص غامض. لكن يا برج الاسد هو شايف ان انت بتفكر وتخطط لشيء، ولكن احيانا بتحصل لك نكسات بسبب الامور مش زي ما انت عايزها او زي ما انت مخطط. شايف ان انت شخص صادق وشخص صريح وبتحبه وبتخاف عليه، وكمان هو شايف ان انت خايف منه او قلقان او بتشك في شيء. آه، بالرغم من كل خوفك وقلقك ده، انت يا برج الاسد عايز تديله فرصه تانية. كمان هو شايف ان انت حزين في بعده، جواك طاقه مكبوته وبتتألم بسبب الانفصال او الطلاق، وعايز تتساهل معاه باي طريقه، عايز العلاقه تتطور باي شكل، تاخد مستوى اكبر من الحب والالتزام والاحترام. هو شايف انت عايز تلتزم تجاهه، تجاه حب، تجاه كلمه، تجاه وعد، تجاه الزواج، تجاه التقليد. ده خلينا نتكلم عن نوعيه تجاهك يا برج الاسد. بالنسبه لنوعيات، فالشخص ده حاليا في مشاكل كبيره ما بينك وما بينه، في مشاكل عميقه، ولكن العلاقه ما بينك وما بينه هي علاقه طويله المدى. اللي حبيبك وشريكك يا برج الاسد عايز يصلح الخلافات والمشاكل والجدالات اللي ما بينك وما بينه، ولو في مشكله قضائيه فهو عايز يعمل لها تسويه. بظهور البطاقه هنا يا برج الاسد، فهو عايز يقف جنبك، يساعدك، يدعمك، يشجعك، يحقق الانصاف والمساواه، عايز يرفع الظلم من عليك. كمان الشخص ده طيب، بيعمل اعمال الخير، بيساعد الغير بشكل كبير، ما بيحبش الظلم من اساسه يا برج الاسد. بظهور البطاقه هنا يا برج الاسد، فالشخص ده بيتمناك، بيشتاق لك، بيحن ليك، عنده رغبه ليك، بيفكر فيك. هو غامض جدا على فكره، ولكن بيتواصل معاك اتصال روحي. الشخص ده عايز يبتدي معاك بدايه جديده، عايز يقدم لك كاس الحب يا برج الاسد. ده خلينا نشوف ايه هي خطواته القادمه تجاهك. بالنسبه لخطواته القادمه، شايفه ان حباك وشريكك محاصر، مقيد من قبل اطراف اخرى. الاشخاص دي يا برج الاسد او الاطراف دي يعني بتجمد قلب حباك وشريكك عليك، بتقوي قلبه عليك. ولكن يا برج الاسد خليني اقول لك ان الشخص ده هيتحرر من الوضع اللي فيه ده، ايا كان بقى وضعه يا برج الاسد، لان انا شايفه ان هو مقيد ومحاصر وبياخد قرارات صعبه وقرارات مرهقه وجالس على السياج. ولكن بالرغم من الطاقه السلبيه دي، الا انه هيتحرر خلال الاسبوع الاول من شهر اغسطس عام 2023. الشخص ده طاقه الشمس هتحوط بيه، وهتمده بطاقه كويسه، بالطاقه الايجابيه، الحيويه، النشاط. هيكون عنده ثقة بنفسه، هيقدر يعبر عن نفسه، عن إحساسه، وعن مشاعره. هيصلح جميع العلاقات اللي اتوترت الفترة اللي فاتت. يعني لو هو على خلاف معاك فهيبتدي يصلح علاقاته، هيبتدي يطور من نفسه، يطور من خططه. ده يستغل الوقت بشكل صحيح، لأن الوقت ده هيكون وقت داعم ليه. فشايفة إن في بدايات جديدة وبدايات قوية، وشايفة إن المتأخرين في الحمل في فرصة حمل وفي ولادة مولود هيكون سبب تغيير جذري في حياتكم العاطفية. برج الاسد، انا شايفه ان حباك وشريكك بيحصل على الهدوء والاستشفاء والاستقرار، وراجع عايز يدافع عن معتقداته، عن مبادئه، عايز يا برج الاسد يدافع عن وجهه نظره. كمان الشخص ده جاي يحارب من اجلك وبيحارب من زاويته الخاصه. من ناحيه مفهومه هو، كل واحد طبعا بيبقى ليه فكره او وجهه نظر. ممكن الوضع يكون واحد، ولكن كل واحد شايفه بشكل مختلف. فهو عايز يوصف لك يا برج الاسد ان الاحساس او الوضع ده كله بالنسبه له كان ازاي، او الاجراء اللي اتخذه بناء على ايه، فاهمين؟ عامه يا برج الاسد، انا شايفه ان هو راجع عايز يدافع بكل حب عن علاقته بيك. يمكن انت هتكون واقف وقفه معارضه في البدايه، ولكن الشخص ده يا برج الاسد يعني هيفضل متمسك بيك ومتمسك بقوه ارادته بشكل كبير. ولكن هيجي عليه وقت يحس ان هو يعني الحب من طرف واحد، من ناحيته هو، وان انت بقى عندك لا مبالاه بشكل كبير. خليني اقول لك كمان ان الشخص ده عامل زي اللي كانه ماشي على طريق سريع. هو حاسس حاليا ان انت ما بقتش بتحبه، ما بقتش عايزه، ما بقتش تفكر فيه، مع ان ده مش احساسك خالص. بس يعني البعض من برج الاسد بقى مطنش وعنده لا مبالاه، فده بيخلي حبيبك وشريكك يحس ان انت يعني ما عندكش رغبه فيه.
برج الاسد بكده نكون خلصنا القراءه بتاعتنا. اتمنى القراءه تكون منطبقه عليكم. بتمنى منك لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه توصل على الواتساب الموجود في صندوق الوصف. هترد الادمن تفيدكم بكل التفاصيل. بالنسبه للقراءات المجانيه اكتبوا كومنت كتير قد تتضرب هتكون لك والشير، والفيديو بيجيب اعلى نسبه مشاهده بيحصل معانا على قراءات مجانيه ناخد منه 6 نعمل قراءات مجانيه ان شاء الله تكون او تكوني سعيد. حسب معنا بالقراءه واشوفكم فيديو على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.